البنات بالمناسبة ديال رمضان غنقدم لكم تقاوت بواحد المكون تيجيبو روعة. هذا المكون صحي وقبل ما نبداو غادي نصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا ما صليت على ابراهيم وسيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. وهذا المكون واخا درتي منه شويه في الصفوف تيجيبو واعر وتعطي واحد المذاق زوين وبدون زبده. يلا تبعوا معايا المقادير ويلا نبداو. اول حاجه غادي نديرها البنات هي هاد الكاوكاو بلا قشره تنغسلو وكندير فيه المون، ندير فيه نص تاع الكاس تاع الزهر وكنخليه نص ساعه. غنتلاقى معكم. وهنا الجنجلان بعد ما غسلته تنخليه هكاك فازك وتندير فيه 3 المعالق ديال زيت المائده. كيلو تاع الجنجلان وكنقليه هو سارد. عرفتي تيكون من فوق يزيد في الحجم ديالو. البنات تنحرك بواحد الفوي، هو كيتقلى وانا كنحرك بالفوي. حركوا بالفوي ما تحركوش بالمعلقه باش دغيا يتشتت. البنات هنا قليت اللوز فوق العافيه وغادي ندير ليه زيت العود باش يجي بحال امله. قليت نص كيلو وغادي غنطحنو ونرجع لهادكم. البنات هو ولا بحال امله حتى هاد تقوت. هاد الصفوف ما غاديش ندير فيهم الزبده نهائيا. انتم غادي تبغوا تتبعوا الطريقه غتشوفوا واش غندير. هو ولا بحال امله كما هذاك نص كيلو تاع اللوز. يلا نص كيلو غندير كله غادي ندير ليه بحال هكا. هذا هو الفول السوداني اللي وريت لكم قبيله. قطو درت ليه نص كاس تاع الماء زهر. هو دابا كنقلي فيه. ديروا الزيت يكون الماء الزيت يكون بارد وقليو فيه وغادي تشوفي غادي يجي بحال الا درتي فيه معرض الزبده. ما غندير فيه لا زبده لا والو. قليو فيه بالزيت زيت بارد وخليوه حتى تتقلى مزيان. انا درت فيه واحد المكون خطير وهذا الصوجه صحي. هو غادي نطحنو حتى هو غنديرو معاه. هذا هو المكون خطير زوين. بغيتي تساليو دغيا تقاوت او الصفوف خاصكم هاد الربو دغيا مع كبير دغيا كيقاد لك الامور. شريو بحال هذا وقدوا الامور ديالكم دغيا. البنات عندي هنا زلافه ديال الفورس، الدقيق الابيض وهنا الفينو الدقيق الرقيق الفينو. هما دابا زلافه. هذا دابا كامل غادي نديرو في داك الزيت اللي قليت فيه الكاوكاو اللي قليت فيه الفول السوداني باش يولي عنده واحد اللون قهوي. وغنتلاقى معكم البنات. دابا صافي كلشي ساليتو. هنايا 2 معالق ديال القرفه، 2 ديال النافع، 2 ديال حبه حلاوه. القرفه بحال هادي اللي طحنات وغنديرها تما. وهذا املو اللي طحنت. هذا الطحين درت فيه اللوز وهذه الصوجه. وهذا الجنجلان مطحون خليت منه 250 غرام. وهذا كاوكاو مطحون. وهذه تقطع هذاك الطحين اللي وريت لكم. هذا هو الطحين اللي قلت لكم. ها هو دابا اللي غادي نخلط به سله. شتي تيولي تيقولوا ليه تقطع. ودابا غادي نخلط كل البنات. هذه المسكه الحره طحنتها مع السكر كلاصي مع معلقه ديال السكر كلاصي. المسكه الحره هي هذه. وهذا اللوز درتو املو غادي تا هو غادي نخلطو ان شاء الله. الصوجه حتى هي غادي نديرها. والجنجلان خليت 250 غرام تا هو غنديرها وتيجي على مزوينه. البنات سكر كلاصي لابد نطحن نغربلوه باش ما يبقاش فيه دوك الحبيبات. صافي دابا درت انا شحال درت 500 غرام. دابا غنخلط غادي نخلط بداك الزيت اللي طيبت فيه ديك تقطه. هو هذا غادي تا هو غنخليه.
هادي تيرا كيديروها الشلوح. يلا غنبارطاجيو مع احبابكم، مع عائلتكم، مع كلشي باش يجيكم الجديد، وضغطوا على الجرس. والدعوه ديال الخير، تنتمنى لكم الخير والسعاده، وكل واحد ما تمنى تنطلب الله يعطيه ليه. البنات الفيديو سالا، الصفوف ديالها هما شوفوا غزالين تبارك الله. الا بغيتي تجيبي توجدي سلو تفرجي في هذا الفيديو، غتجيبي سلو ديالك في النهار ديالو، غتاكليه في نهار 3 سوايع انت وكلتي سلو ديالك بالقليب كلشي. هانتوما وما تنسوناش بالبارطاج، وضغطوا على الجرس لياتيكم الجديد. يلا الى فيديو اخر، وعواشركم مبروكه. اللهم دخل علينا رمضان بخير وعلى خير، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان. يلا الى فيديو اخر ان شاء الله. يلا تعالوا تاكلوا معنا. يلا